تهيئة 3 محطات خاصة بالقطار فائقي السرعة. روبورتاج محمد ريشي وتحرير لنادية اليوبي. 3 مهندسين متخصصين في بناء وتهيئة محطات القطار حظيت تصاميمهم الهندسية بإعجاب الحاضرين ولجنة الانتقاء. تصاميم تتعلق ببناء وتهيئة محطات الجيل الجديد من خط القطار فائق السرعة، والتي سيشرع في بنائها قريبا، وهي محطة طنجة، القنيطرة والدار البيضاء. القطار فائق السرعة لا ينظر إليه كنقل فحسب، بل هي كيعطينا واحد الفرصة بالنسبة للمدن أنها تعطينا واحد الفضاء هام اللي غتكون فيه المحطة، وكذلك كل ما سيتم تطويره حول المحطة. هذه المسابقة قامت على مرحلتين: مرحلة تقديم العروض، ومرحلة ثانية هي اختيار وانتقاء أحسن الأفكار، وقد رعي في تصاميم الهندسة المعمارية التي تتماشى مع خصوصيات كل منطقة. تختلف على المحطة الموجودة، بحيث هنا دخلنا في نطاق هندسة معمارية جد عصرية اللي تتماشى مع كذلك فكرة القطار الفائق السرعة، وكذلك الفضاءات تخدمت بشكل جديد، بحيث هناك عدة فضاءات ترفيهية وفضاءات مفتوحة. 1,600,000,000 درهم هو الغلاف المالي الذي خصص لتمويل عملية بناء وتهيئة 4 محطات للقطار فائق السرعة، على أن تكون جاهزة نهاية سنة 2015. وبخصوص مطارات المملكة، فهي سجلت ارتفاعا مهما خلال شهر أبريل الماضي، وصلت نسبته إلى 5.7% في الحجم الإجمالي لحركة النقل الجوي التجاري للمسافرين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة. وقد فاق عدد المسافرين عبر المطارات المغربية في هذه الفترة 1,390,000 مسافر. وعلى طرقاتنا يسجل سنويا سقوط أزيد من